السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. تعالوا نسوي أنا وياكم أطيب شيش طاوق. هنا أنا عندي كيلوين من صدر الدجاج، راح أقطعهم مكعبات وأبلش أتبلهم أنا وياكم بنص ملعقة كاري، ونص ملعقة كركم، وملعقة طعام ملح، ونص ملعقة ثوم، ونص ملعقة بصل، ونص ملعقة زنجبيل، وربع فلفل أسود، ونص كمون، ونص كزبرة، ونص استكان خل، ونص ملعقة طعام سماق، وزيت الزيتون استكان، وملعقة معجون وباقة كرفس أثرمها، واثنين ملعقة روبة. أخلط المواد كلها وأتبل صدر الدجاج اللي قطعته مثل ما تشوفون على شكل مكعبات. أما تخلونه بفد كاسة وتغطونه، أو تحطونه هيج مثلي أنا خليته بكيس وسديته إحكام، وخليته يعني من قبل بيوم كملته. هنا قبل ما أبلش بساعتين أنقع الشياش مالتي بمي عمود لا يحترقون. هنا الخبزة راح أتبلها بزيت الزيتون ونص ملعقة فلفل أحمر، ونص ملعقة فلفل أحمر حلو، فلفل أحمر الحار. هنا أنا بعد ما شيشت مثل ما تشوفون أشيش القطعة وأخلي فوقها مثلا قطعة بصل، وأحط النوب قطعة، وأخلي قطعة فلفل. هنا ما يحتاج أصوركم، يعني هو أنتوا تعرفون. هنا أنا هاي اللي قلت لكم صورت مكونات الخبزة اللي قلت لكم عليها، اللي هي زيت الزيتون، اللي خلينا نقول ملعقتين طعام زيت الزيتون، وملعقتين فلفل أحمر حلو، وملعقتين فلفل أحمر حار. هنا أنا ثرمت كرفس ناعم وبصل جوانح وتبلتهم بالسماق، أرش على الخبزة. هنا طبعا بعد ما استوى أطلعه من الفرن، أنا أشعله بس الفرن بس من جوه، وأقلب الشياش، وثرمت وياه شرائح طماطة وبصل اللي يعجبكم. وهنا هسه بعد ما طلعته أرتبه، أرش فوقه شوية قليل من السماق والبصل والكرفس اللي سويته. وهنا للتزيين تخلون بوتيتا أو ما تخلون اللي يعجبكم. هنا رتبته بهذا الشكل، وخليها طبعا جوا خبزة، وهنا أنا فوقها الخبزة الثانية. وهسه راح أقلبه على الصفحة الثانية، وهذا الشكل بالصفحة الثانية أقلبه يعني شلون دولمة، يعني أخلي الخبزة جوا تصير لي فوق على مود تاخذ التتبيلة. وهنا أنا شكله النهائي، وألف ألف عافية علينا وعليكم. مع السلامة.